السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سوف نقوم بشرح العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية داخل الأراضي المحرمة، أو بما يصطلح عليه دوليا المناطق المنزوعة السلاح، التي خصصها المغرب للمراقبة لبعثة المينورسو التي تقوم على مراقبة الوضع بين الحدودين المغربية والجزائرية. اليوم سوف نشرح هذه العملية. سوف أخبركم أن هذه العملية، إن لم أبالغ في الأمر، أنها من بين أهم العمليات العسكرية التي قام بها المغرب منذ اندلاع هذا النزاع، أي أن من أهم الخطط الهجومية التي قام بها المغرب ضد ميليشيات البوليزاريو. لماذا وكيف ومتى ولماذا قلت أنها من أهم العمليات التي نفذها المغرب؟ سوف أخبركم الآن. في أيام عيد الفطر بغوا البوليزاريو استغلوا ذلك اليوم الفضيل، ذلك اليوم المقدس لدى المغاربة، يوم عيد الفطر، يوم البهجة الفرحة، ظانين على أنهم سوف يجدون المغرب يمرحون وسوف يكونون منشغلين على مهماتهم العسكرية. لكن الجيش المغربي واعي وعارف أن هناك عدو يتربص يوما بعد يوم، في كل ساعة، في كل دقيقة يتربص، يريد ضرب أمن المغاربة. هذه النقطة تحسب للجيش المغربي. في ذلك اليوم المشؤوم لدى البوليزاريو دخل رطل كبير عسكري إلى المناطق المحرمة على البوليزاريو، وبما تسمى بالمناطق العسكرية منزوعة السلاح، التي تكون فيها بعثات المينورسو التي تراقب الوضع هناك. دخلوا، لكن أعطيت تعليمات من الجنرال الجديد ومن قائد القوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس على أن سوف يسمح لهذا الرطل بالتوغل جيدا نحو المناطق المحرمة لكي لن يستطيعوا الرجوع بعدها. أخواتي إخواني، لقد تم تدمير هذا الرطل بكرة عن أبيه، لم يرجع ولو واحد منهم. فهناك ضحايا بشرية للأسف كبيرة جدا، وكذلك لم تعد ولو سيارة واحدة إلى تندوف. كل شيء دمر، سحق، كل شيء احترق وسحق ودمر تدميرا. هذه الأخبار وصلت إلى البوليساريو بحيث كان هناك حزن شديد على أبنائهم. لماذا؟ لأن النخبة السياسية داخل هذا الكيان الانفصالي، الكيان الإرهابي، جميع وجل أبنائهم يدرسون في دول أوروبا، يتمتعون بحياة كريمة، يتمتعون بحياة بالطرف والمال وكل شيء وبالفيلات. لكن أبناء الفقراء، أبناء المغاربة المحتجزين، يقومون بإغوائهم وبإغرائهم لتجنيدهم وللتضحية بهم لكي يسوقوا صورة على أنهم يناضلون وكذا وكذا وتلك الخزعبلات. قتلى وجرحى. وفي أحد الصحف يقولون أن في الصحف والجرائد البوليسية يقولون أن هناك جرحى، لكن ليس هناك جرحى، بل كل واحد في ذلك الرطل قتل. كل شيء، حتى الشاحنات والدبابات والرشاشات الخفيفة، لأنهم كانوا متجهين بأسلحة قوية جدا، رغم أنها سوفيتية وقديمة الطراز، إلا أنها فعالة. كل شيء سحق. وهذه العملية يعود فضلها إلى صاحب الجلالة، وكذلك القائد الجنرال محمد أبريض، وكذلك جيشنا المغوار المرابطين في الصحراء حامين حدود المملكة المغربية من كل أعداء. نشكرهم جزيل الشكر، وكذلك الصاهرين على قيادة الطائرات بدون طيار، لأنهم عبروا وكذلك أبانوا عن كفاءتهم العالية بقيادة هذه الأنواع من الطائرات. وأيضا نشكر المدفعية المغربية، ودمتم سالمين.